بيت أبو مازن، هل أنتم مستعدون؟ نعم. لعد هيا بنا ننطلق. والجو حيل ضباب أول يوم الحمد لله، بس الجو مو كلش يعني ذاك البرد، بس لبسوا وردانات وراح يلبسون قماص لهم للاحتياط. أروح أشوف أطفالي اللي بالحديقة، هسه هذول أطفالي منتظرين الباص. أشوف هذولاك خطية الأطفال مع كوب القهوة. الله وكيلكم، من ساعة 5 الفجر وأنا ظليت هيجي قلقة بنومي، مع العلم مشغلة يعني المنبه بس هيجي شايفين من عندكم موعد أو أول يوم دوام تكونون هيجي قلقين. خلي أشوف حبيبة قلبي شلون صارت، وضعها شلون، أطمئن عليها، لأن هم ماطرة بالليل. قعدنا لقينا التراس مالتنا كله مبلل، يعني امبارحة شوينا الأجنحة. يا قلبي يا عمري يا روحي وينك، يا حياتي حياتي بالحفظ والصون. الحمد لله والشكر ماكو شي، لأن أكو غربان فأني يعني أطمن
تعرفون بعد قلب والده مو بيدي. الحمد لله والشكر ماكو شي. الله وياك بعد وقت هسه يلا نايم للظهر هالمرة. احنا قعدنا اديك نايم للظهر. اي والله. شوفوا الشواية، شوفوا مكانها سبحان الله، بس جهتها الثيل أصفر. وديناها هناك شوينا البارحة لأن هوا، فقلنا على اليمن خليها قريب يمنا يم هذاك الكوخ. نغسل مواعين الريوق، ولأن أول يوم مدرسة ما عجبهم يتريقون، كنت متوقعة، فلهذا سويت لهم كيكة من الليل بجوز الهند. يلا قبلوا يتريقون على أساس توست، بس ما قبلوا. ورجعت المدرسة والحلوين راح يبقون وحدهم. ما ظل شي المايا همين راح تبدي تداوم. ماما أصلا شغلتني بقى أي بس يدزولها صح بالضبط. فخل نشوف الله كريم، إذا لقولها مقعد بنفس المدرسة مال الأطفال بالصف التمهيدي فراح تداوم، إذا لا ننتظر على السنة الجديدة، لأن ما أريد أخليها بغير مدرسة. مايا مو من النوع الجريئة. أي هي دا يلعبون. شوفوا يلا لعبوا. والغدا اليوم كباب. طبعا أطيب لحم مثروم للكباب هو هذا. يكون لحم عجل صح 100%، نسبة الدسم مالته 20%، بس أطيب لحم عجل بالشوي. كباب كفتة كلش طيب. هسه بس يذوب أشيشه. هذا خبز الكباب، هيك لازم يكون، وإلا ما يشهي الكباب. إذا مو هيك خبز يخبل تازة وشوية يكون مقسم مو هواي. وعجنت اللحم طماطية صغيرة وبصلاية صغيرة، أهرسهم كل زين بحيث مي شبه المي يصيرون. فعجنتهم كل زين بشوية ميهم، وخليت خاشوقة أكل ونص ملح واسم فلفل أسود هيك كلش قليل، وراح أشيشه. إحنا دائما نسوي على هاي الطريقة وطعمه كلش طيب يصير. أبلل إيدي وأشيش. عندكم شياش كباب، شياش تكة، أسياخ خشبية، كل شي يرهم. بس أهم شي اللحم قبل ما تشيشوه تعجنوه زين، يعني تسووه عجين ما يظل فصوص. هو هذا اللي يخلي الشيش عندكم يثبت وما يوقع. هسه أنا عندي هاي النوع مال الشياش شوية عريضة، لا هي مال تكة ولا هي مال كباب، وعندي مال تكة، فراح أسوي بالاثنين. وهاي النوعية الثانية اللي تكون أرفع منهن هم حاولت أرصه زين وشوية أفتحه يعني أعرضه. وبقت عندي تقريبا هاي الكمية، هم نسوي لي بالخمس شياش، راح تصير خوش كمية يعني، وهاي شياش كبار. كيكة اليوم نفس الخليط عادي اللي أسويه، بس قسمته بالنص، نص خليت بيه جوز هند مبلوش جوز الهند، والنص الثاني الكاكاو. النصف اللي بيه كاكاو حبيبات الشوكولات جوزية، والنصف اللي بيه جوز الهند خليت حبيبات الكاكاو البيضة. بس ما خليته هواية يعني، مجرد بس للقاعدة. بس معلومة،
الخليط الثخين دائما شوفوا انتوا يا خليط يكون عندكم ثخين تخلون بيه المكسرات أو الكاكاو، هو اللي يتخلى بقاعدة الكيكة، والخفيف يكون بالفوق بحيث الكيكة مالتكم ما تصير معجنة. وشوفوا النفشة مالتها، وهاي يعني أستخدم بس 3 بيضات مو هواية. وباقي المكونات 8 ملاعق طحين، ملاعق أكل، ملعقة كبيرة فانيلا، ملعقة كبيرة بيكنج باودر. السكر هاي حسب الرغبة، أنا أضيف تقريبا 6 ملاعق شكر، نوبات أكثر نوبات أقل حسب. وشوية زيت. الحليب تقريبا كوب، ولو أني أكثر الأحيان عيني ميزاني. وبالنسبة للإضافة اللي أخليها هي خل أبيض شوية وملح شوية. تصير الكيكة هيك منفوشة من كل الجهات وأبد ما تفش، تبقى على نفس الارتفاع وبس. مايا نامت من الضوجة، أواسي يحتارش يلعب، ساعة ورق، ساعة يفتح تلفزيون، ساعة نيتاندو، ما ظل شي نص ساعة ويجون الأطفال من المدرسة. آكل قمر الدين. يريد ياكل قمر الدين، بس أتعب. تعبان خطية، ضاجوا. هاي بعد كله أول يوم، وعود هاي نص دوام اليوم. هاي هسه ب 12 يجون الأطفال.